هاي يا ماما، سلمي على متابعيني. أهلا يا جماعة، مبسوطة قوي إن أنا بسلم عليكم. انا كده حققت رغبة اللي كانوا عايزين يشوفوا ماما، فانا هسيبكم دلوقتي بقى، واحتمال ارجع افتح لايف تاني بعدين عشان اسلم عليكم. ما تنسوش اني بحبكم جدا وهنشوف بعض قريب. باي باي. انتي عارفة إن أنا مش بحب أطلع في الفيديوهات يا بنتي. عارفة يا ماما، انا اسفة بس الناس ساعات بيطلبوا مني انهم يشوفوكي. أنا عارفة إن ده شغلك، إنك توري جزء من حياتك اليومية للمتابعين. ايوه، انا بحب شغلي وبحب حب الناس ليا ودعمهم بيفرحني جدا. علشان كده عندك متابعين كتير، انتي دايما بتوريهم امتنانك وشكرك ليهم. عارفة، على فكرة انا رايحة عند مها النهاردة. طيب تمام يا حبيبتي، وآدم هيكون كمان معاكوا. ايوه، ويا رب بابا يجي بدري بقى علشان اسلم عليه. أظن كده هو اليومين دول بيجي بدري. انا طلبت كتير منه جدا ان هو يقلل شغله شوية بس هو مش راضي. أبوكي بيحب الشغل، وحتى لو انتي اللي بتدفعي كل حاجة في البيت عمره أبدا ما هيسيب شغله. عارفة، هو دايما بيقولي ان القعدة في البيت بقت مملة قوي. أيوة، علشان هو اتعود على شغله جدا. تمام، انا هروح ارد على شوية رسايل، لو احتجت اي حاجة انا هكون في اوضتي. ماشي يا بنتي يا حبيبتي. لازم اشوف مين اللي بعت الرسايل الكتيرة دي كلها. غريبة، انا ما نزلتش الصورة دي خالص، هما كلهم كانوا عندي في المعرض بس انما انا ما نزلتش حاجة. هاي، اهلا يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كويس جدا. وانتي اخبارك ايه؟ انا فرحانة قوي ان انا شفتك يا بابا. على فكرة انا شفتك وكنت متابعك، انتي كنت لايف الصبح. ايوه، مبسوطة قوي انك شفته. انا دايما فخور بيكي، انا فان رقم واحد عندك. شكرا على دعمكم الدايم ليا. احنا دايما هنقف جنبك في اي قرار تاخديه في حياتك، ما تشكيش في ده ابدا. شكرا لكم، انا رايحة اشوف اصحابي فهشوفكم بعدين. طيب يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك وحاولي ما تتأخريش النهاردة. حاضر، هعمل كده، بحبكم قوي. واحنا كمان بنحبك يا حبيبتي. ما شاء الله عليها، بنتي مؤدبة جدا ومطيعة. ايوه، وانا فخور جدا بيها. شكرا يا جماعة ان انتوا جيتوا عندي النهاردة. احنا بنحبك جدا لما تيجي بتعزمينا على بيتك، مش كده يا ادم؟ ايوه طبعا، هو انا ممكن اقول حاجة؟ اكيد طبعا، قول، عايز تقول ايه؟ لما بكون قرب روان بحس ان انا مهم ومشهور. وليه بتقول كده يا ادم؟ عشان انتي مشهورة قوي على السوشيال ميديا وخصوصا على التيك توك. وبما اننا بنتكلم عن السوشيال ميديا، فاكرين اليوم اللي احنا رحنا فيه البحر وتصورنا بس دي صور احنا ما نشرناهاش؟ ايوه طبعا فاكرة الصور دي، مالهم الصور؟ جالي رسايل من فن مجهول الهوية بيقولي روان انتي كنت جميلة قوي في اليوم ده على البحر. معقول بعتلك صور كمان؟ ايوه، وده اللي مخوفني، مش عارفة ازاي الصور دي وصلت عندها. الصور دي كانت عندي انا وبس ومحدش تاني عنده من الصور دي. فعلا دي حاجة غريبة جدا يا روان. عارفة بجد، وبتمنى دي تكون الرسالة الوحيدة.
ايه ده؟ في ايه يا روان؟ هو انتي نسيتي حاجة ولا ايه؟ لا، انا عايزاكم تشوفوا حاجة. اللي بيحصل ده مش طبيعي خالص يا روان. عارفة يا ادم ومش عارفة اعمل ايه. واضح ان الفن ده عارف عنك حاجات كتيرة قوي، بس ازاي يكون عنده الصور دي ليكي؟ ده بالظبط اللي انا نفسي اعرفه. على الأغلب كده يا روان انتي تليفونك متهكر. ادم عنده حق. طيب ليه ما تغيريش موبايلك وتنقلي كل المعلومات على هارد او على كمبيوتر؟ ايوه هعمل كده النهارده وبكره هشتري تليفون جديد. لازم انقل كل المعلومات الشخصيه بتاعتي على الكمبيوتر. مش عارفه بس مين اللي هكر موبايلي. مش معقول الشخص ده يقدر يشوف انا بعمل ايه. لا لا كده الوضع مش طبيعي. انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. انا خارجه يا ماما. كنت فاكرة ان انتي هتقعدي النهاردة في البيت. دي كانت الخطه بس في حاجه مهمه انا لازم اعملها. مالك يا روان؟ هو في حاجة حصلت معاكي؟ ايوه يا ماما في حد هكر تليفوني ويقدر يشوف كل حاجه من على موبايلي وعلى الكمبيوتر. ايه؟ طيب ده حصل ازاي؟ مش عارفه هم عندهم طرق في الحاجات دي عشان كده انا لازم الاقي حل للموضوع ده. طيب هتروحي عند اصحابك علشان يساعدوكي. ايوه عشان كده مش هعمل اي لايف النهارده. محتاجه اركز واحل المشكله. تمام، لو حصل اي حاجة كلميني وخلي بالك من نفسك. اكيد طبعا. سلام يا ماما. واضح جدا ان هو هكر كل الاجهزة بتاعتك، وعشان كده عارف كل حاجة انتي بتعمليها والحاجات اللي انتي كنتي مخزناها ومش نشراها. طيب وايه رايكم في اللي حصل امبارح؟ كأن الشخص ده كان بيراقبني في اللايف وانا في اللحظه. ويمكن فعلا بيعمل كده. روحي أوضة ما وسيبي هناك تليفونك وكل الأجهزة بتاعتك. الشخص ده مش لازم يعرف احنا بنخطط لإيه. ماشي تمام دي فكره كويسه. خطة ايه عشان نعرف مين المجهول ده؟ أنا عندي واحد صاحبي شغال محقق خاص، ممكن نكلمه وهو اللي يدور على الشخص اللي بيهكر أجهزتك ده. يعني هو مضمون يا ادم؟ يعني هيعرف يوصل للشخص ده؟ المحققين شغلتهم كده، بيكتشفوا حاجات كتير. طيب هنعمل كده. طيب احنا ممكن نبلغ الشرطة. ايوه بس بعد ما نعرف كل تفاصيل عن الفن المجهول ده. ومفيش فايدة لو غيرتي موبايلك والكمبيوتر بتاعك، غالبا كده هيهكرهم تاني. فخليكي مكملة عادي كأنك مش عارفة حاجة، وخليه يفكر إن هو لسه ماسكك في إيده. طيب وبعدين لو نشر حاجة شخصية من اللي عندي؟ مش هيعمل كده بنسبة كبيرة لو هو فان بجد. أكيد عايز يبينلك إن هو بيعرف حاجات بس مش هيأذيكي. ايوه، وانا رأيي كمان من رأي ادم. ماشي كلمه يا ادم وخليه يبتدي يدور على الشخص المجهول ده. طيب تمام، هكلمه حالا. أنا هبدأ أتحرى عن الشخص ده من النهاردة، ووعد مني في خلال كام يوم هيكون معايا نتائج. تمام حالا هجيب لك موبايلي تشوف الرسائل اللي جاتلي.
كويس انك وصلتي، مامتك حكت لي على كل اللي بيحصل معاكي. أيوة يا بابا، في حد يقدر يشوف كل حاجة على موبايلي وعلى الكمبيوتر. طيب احنا لازم نروح للشرطة علشان يتصرفوا. استنوا لحظة، هرجع حالا. كنت محتاجة أسيب أجهزتي في الموبايل، في احتمال إن الشخص ده يقدر يسمع اللي أنا بقوله. ايوه بس دي حاجة خطيرة جدا يا بنتي. عارفة، عشان كده أنا جبت محقق خاص هو اللي هيتولى الموضوع ده ويشوف مين المجرم اللي ورا الحوار ده كله. بس بعد كده انت لازم تروحي للشرطة. أكيد طبعا، بس أول لما يبقى معايا أدلة كافية عشان يقبضوا عليه. يعني هو لسه برضه بيبعت لك رسايل؟ أيوة، هو عرف كل حاجة. بصراحة أنا عايزة المحقق ده يعرف مين الشخص ده. طيب اسمعي الخبر الحلو ده، المحقق بيقول ان هو عنده معلومات وجاي في الطريق. بجد يا آدم؟ بسرعة كده. ايوه هو شاطر وعلشان كده ناس كتيرة بتلجأ له. ده ممتاز جدا، قريب هنعرف هو مين. اهلا، انا جبت لكم كل المعلومات اللي انتوا كنتوا عايزينها. بجد تمام، ممكن تورينا اللي معاك؟ لازم ناخد كل المعلومات دي للشرطة وهم يمسكوا الولد ده. ايوه وانا هاجي معاكم لو احتجتوا اي شهادة مني. شكرا ليك جدا بجد. انتي بتقولي انك بتتعرضي لمطاردة من فين مجهول ومعاكي كمان أدلة تثبت كده؟ أيوة يا حضرة الضابط، جايين بكل حاجة حتى هوية الولد ده. تمام، في الحالة دي لازم ناخد أقوالكم كلكم وبعد كده نروح نقبض عليه. روان انت فين؟ انا مش سامع صوتك. ارفع ايدك وما تحاولش تعمل أي حاجة. انت بتعترف انك هكرت أجهزة البنت دي؟ انا فنها الاول ومش شايف ان في حاجة غلط بعملها ان انا اكون قريب منها باي طريقة. اللي عملته ده مش صح، ده اسمه تحرش كمان، ما ينفعش تتدخل في حياة حد الشخصية كده. انا بس كنت عايزة تعرف ان انا بحب كل محتواها وبشوفها ان هي احلى بنت في الدنيا. أنا آسف، يؤسفني أقولك إنك هتفضل محبوس هنا ومش هتخرج من هنا بسهولة. احنا حققنا معاه واعترف بكل حاجة. طيب ورحتوا لبيته؟ أيوة، ولقينا صور كتيرة ليكي هناك وكمان فتشنا في الكمبيوتر ولقينا فعلا إنه كان داخل على كل معلوماتك الشخصية.
الشخص ده فعلا خطر يا حضرة الضابط. أيوة، شكله اتعلق بيها بشكل مش طبيعي. بس هو أكيد لازم يتحبس على كل اللي عمله ده. أكيد طبعا مش هيسابه، مستحيل يخرج كده بسهولة. وقالك ليه هو كان بيعمل كده؟ قال بس إنه كان عايز يكون قريب منك وإن هو شايفك أجمل بنت. بصراحة ده اعتراف غريب. بس دي مش الطريقة الصح اللي يتقرب بيها من أي حد. أنا بشكرك جدا على كل مساعدتك لينا يا حضرة الضابط. ده شغلنا، إحنا هنا عشان نساعد المجتمع. الأفضل إننا نرجع البيت دلوقتي. تمام، يلا بينا. هاي يا حلوين، أنا رجعت بعد غياب كام يوم، بس خلاص أنا معاكم هنا وبشكر كل اللي وقف جنبي ووعد مني مش هغيب تاني الفترة دي كلها.